لانه نفسيا اكيد اوقات كتيره احس ان انا مطفي مش قادر. حلو، ايه اللي بيقودني في الامور دي كلها؟ اللي بيقودني احتياجي. الاحتياج بتاعه هو اللي بيقودني. انا عندي احتياج ولازم اكون مدرك ده، ان علاقتي بربنا مبنيه على احتياجي انا لده. ده غذاء ليا، مش انه انا بنبسط فيها. كنت بتكلم من شويه عن موضوع النضج. انا كانسان ناضج روحيا انا مش بعمل اللي يبسطني او يفرحني وبس، انا بعمل كل حاجه بتخليني احس ان انا قادر اكمل وقادر اعمل ده. بس كنوع من التجديد انت ممكن تغير من شكل صلاتك كل يوم. يعني ما فيش حاجه اسمها ان انا باخد خلوتي كل يوم. ازاي؟ بقعد الصبح افتح الكتاب، اقرا جزء من الكتاب، ارنم ترنيمه، اصلي. عملت انا هيجي وقت مع الوقت هتمل، هتزهق طبعا من نفس الطريقه، لكن ممكن تجدد بالطريقه، تجدد من شكل صلاتك. بصوا يا جماعه، ما ينفعش تعدي غير ما تقعد تتكلم مع الله. ما ينفعش باي حال من الاحوال. الطريقه اللي بتتكلم بيها مع الله جددها، مره وانت راكع، مره وانت قاعد، مره وانت ماشي. يعني بلاش تحط نفسك في قوالب، والقوالب دي انا زهقت ومليت ومش